ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ بقطعة الكرتون دي تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه. اول حاجة هاخد منها جزء مستطيل كده حوالي 40 سنتي، هو بالظبط 38، وهقصه كده بالمقص طبعا او بالقطر مش هتفرق خالص. بعد كده هبدأ اشيل اي اجزاء مش متساوية، وهرسم مثلث فوق كده انا اخدت هنا المقاس بتاعها كان 38، فحطيت نقطة عند 19 سنتي بالظبط. وبعد كده بدأت ارسم مثلث فوق بالمسطرة كده، وهوصل للطرفين طبعا بتوع المستطيل بتاعي. بعد كده هبدأ اقص المثلث اللي انا رسمته ده، الجزء ده انا مش هحتاجه، وطبعا الجزء التاني اللي زيه برضو الطرف التاني من المثلث ده برضو انا مش عايزاه، فهقصه كده واشيله. وبعد كده دي علبة خافض اللسان، انا جبتها من اللي هي اللي ممكن نجيبها من الصيدليات او من محلات مستلزمات الطبية، بتكون ارخص شوية. هي فيها 100 قطعة، فطبعا هتقضينا افكار كتيرة قوي. هبدأ اقسم خافض اللسان ده على 3 اجزاء كده، كل جزء حوالي 4 سنتي، وهقص بقى كمية كده منه بالمقص عادي جدا، لان هو اصلا خشبه خفيف خالص. وحتى الاجزاء اللي هتيجي مش متساوية هحتاجها برضو، وهقول لكم دلوقتي هنحتاجها ازاي. القناة عليها افكار كتيرة جدا، لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير عشان اصحابنا برضو يشوفوا نفس الافكار دي، وطبعا كومنت في رأيكم لان رأيكم يهمني جدا. هنا انا خدت كمية كده من الخافض اللسان وبدأت اقسمها بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها على 3 اجزاء، كل جزء حوالي 4 سنتي. وبعد كده هنبدأ بمسدس الشمع نثبت بقى، هنعمل بيها صفوف. اول صف هثبته عادي بمسدس الشمع، تاني صف هبدأ ارصه كده زي الطوب، ما بين كل 2 هحط واحدة. تعالوا نشوف الاول بس نكمل الصف الاولاني، وهيبان دلوقتي انا هقصد ايه في الصف التاني لما اجي اعمله. زي ما انتم شايفين كده سبت اول جزء، وبعد كده بدأت اثبت الباقي بحيث انه يبقى ما بين كل 2 مستطيل تاني يديني شكل الطوب كده بالظبط. والاجزاء اللي انا سبتها دي هبدأ اثبت فيها قطع صغيرة برضو من الخشب، عشان بس انا يعني طبعا مش هتقضي، فقسمت بس جزء منها كده. هكمل بقى بنفس الطريقة، النتيجة هتكون مبهرة جدا، فياريت تكملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا النتيجة طالعة تحفة وعاملة ازاي. هبدأ اكمل كده. كل صف هيكون عكس اللي قبله، يعني ما بين كل صفين في العكس، يعني الطوبة هتبقى عكس التانية بحيث ان هي تدي في الاخر شكل المبنى شوية، او شكل رصة الطوب يعني. هبدأ اكمل كده. لو في افكار انتوا حابين ان انا اشاركها معاكم ومش لاقيينها عندي على القناة، ياريت تكتبولي وانا هعمل لكم فيديو مخصوص بيها باذن الله. وبرضو لو في اي عبوة عندكم مثلا حابين ما ترموهاش وتستغلوها في فكرة من الافكار دي، ابعتولي صورتها وانا احاول اعمل بحاجة زيها عندي فكرة، وتستفادوا برضو وتنفذوا اللي انا هعمله، وتبقى انتوا استفدتوا برضو بان انتوا عرفتوا تستغلوا العبوة دي ازاي.
هي الفكرة بتاعت النهاردة خدت مني وقت شوية، بس بصراحة لما شفت النتيجة في الاخر يعني اتبسطت جدا. مش خسارة فيها الوقت اللي انا تعبته بصراحة. هكمل كده، والاجزاء اللي انتوا شايفينها اللي هي الزيادة دي في الاخر هقصها. في المثلث ده هتلاقي طبعا اجزاء جت زيادة، فهنقصها دي في الاخر مفيش منها مشكلة خالص. هكمل بقى لحد الاخر. ده اخر جزء هثبت فيه برضو بنفس الطريقة. الجزء الاخير ده هحط فيه واحدة كده وخلاص، وبعد كده هقصقص واشيل كل الزيادات دي بالقطر او بالمقص مفيش مشكلة. هنا انا جبت كرتونة بنفس المقاس تاني، وقمت مثبتاها فيها بمسدس الشمع، قلت علشان تبقى اقوى شوية وما تبقاش طرية كده وما تبقاش يعني ضعيفة. ثبتها فيها بالشمع بالطريقة دي. فكرة النهاردة ينفع نقدمها هدية لحد، وهتكون هدية قيمة وهتعجبه بإذن الله. هبدأ أقص أي أجزاء زيادة كمان في الكرتون. وبعد كده دي صبغة اسمها الأستر، بتتجاب للأخشاب يعني بتدي لون الخشب. أنا جبتها من عند الموان، طلع لونها غامق شوية. أنا جربتها الأول على ورقة بالشكل ده، طلع لونها غامق شوية مايل للأسود، فأنا خفيتها بالمية وبدأت أشتغل بيها عشان تدي اللون البني، ما يكونش لونها أسود يعني. وبتتخف بالمية عادي جدا مفيش مشكلة. وفي منها درجات كتيرة قوي، نختار الدرجة اللي احنا عاوزينها عادي خالص. بدأت بالفرشة كده اوزع اللون على خافض اللسان كله اللي انا حطيته بالشكل ده. بصوا ادت معانا شكل الخشب. بصراحة كانت النتيجة مرضية جدا بالنسبة لي، وان شاء الله هتعجبكم. طبعا هستنى رأيكم في الكومنتات. والنهاردة طبعا ما سرعتش الفيديو اهو زي ما انتوا طلبتوا، علشان تبقى الخطوات واضحة بالنسبة لكم اكتر. لان طبعا اهم حاجة عندي ان انتوا تكونوا مبسوطين يعني، والافكار تعجبكم وتعرفوا تنفذوها بمنتهى السهولة. هنا كده انا خلاص كده خلصت. هشيل ده طبعا لفكرة تانية، مفيش حاجة طبعا بتترمي. دي مراية انا كنت جايباها وشيلت كده الغطا بتاعها البلاستيك ده بالشكل ده. وبعد كده هثبتها على الشكل اللي انا عملته برضو بمسدس الشمع. وهنا لازم احط كمية كبيرة شوية بحيث ان هي تبقى ثابتة، ما تقعش لا قدر الله وتعور حد. كده تمام. وادي البلوك بتاع النتيجة. ايه رأيكم؟ نتيجة اول مرة تشوفوها، وهتكون باينة جدا ان هي قيمة ويعني مش هتشوفوها كتير. فلو قدمناها هدية لحد بمناسبة السنة الجديدة طبعا هيتبسط قوي، وهيكون شكلها مميز الصراحة.
هبدأ بقى الباقي تزيين. هبدأ احط ده خيط مكرمية انا مشترياه، بيتباع بالكيلو واوقات بيتباع بالبكرة كده، وسعره برضو مش غالي خالص. انا اخترت اللون الابيض ده او الاوف وايت بحيث ان هو يفتح برضو اللون معايا شوية. عملت منه كده صفين وبعد كده شلت الباقي. هبدأ برضو الف بيه على النتيجة من بره. اللي مش عايز الخطوة دي يستغنى عنها عادي، مفيش مشكلة خالص. هبدأ اكمل كده بنفس الطريقة. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، والنتيجة بصراحة قيمة جدا. خدت وقت بس النتيجة بالنسبة لي كانت مرضية، ويعني فداها الوقت اللي ضاع الصراحة. هكمل كده بنفس الطريقة. والجزء اللي ملهوش لازمة خلاص هقوم شايلاه وقصاه. كده تمام. وبحبل الخيش هعمل هداري بقى الجزء اللي هو باين ان هو كرتون. هثبته برضو بمسدس الشمع بالشكل ده، وهعمل منه فيه التعليقة بتاعته. بصوا ازاي هلفها كده، وهبدأ اثبت الناحية التانية. بصوا كده هتبقى باينة اكتر. عملت الحلقة وهرجع اثبت من الناحية التانية، هتبقى ثابتة والدنيا معاها تمام يعني. كده تمام. هبدأ اكمل بقى بقية الاطار بتاعي بنفس الطريقة لحد ما اكمل الاطار بالكامل بتاعها. كده تمام. هقص بقى الجزء اللي ملوش لازمة خلاص معايا، وهثبت اخر حتة دي. ايه رأيكم؟ حبيت برضو يبقى على المراية نفس الطريقة ابيض وبعد كده الخيش، فهثبت جزء من الخيش برضو. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، وما ننساش نشترك في القناة عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش برضو اللايك والشير والكومنت الجميل، لان رأيكم اهم حاجة عندي. ويا رب الفكرة تكون عجبتكم. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. هتشوفوا دلوقتي النتيجة النهائية بتاعتها. ايه رأيكم؟ دي النتيجة النهائية بتاعتها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.